كيفاش البارح المجرد واليوم حاكمي وغدا واحد اخر. حتى حنا خصنا نطبقوا القانون داخل البلاد ديالنا. الا جا شي اجنبي عبث بالشرف ديالنا ديال المغاربه يجب ان يعاقب طبقا للقانون وما تاخذناش فيه رحمه ولا نقولوا هذا اجنبي ولا السياحه ولا غيرها. هذه نقطه. النقطه الثانيه خاص هذا النخب السياسي ديالنا تقطع مع فرنسا. لا يعقل عباد الله ذاك النهار المجلس الحكومي كل شيء كيهضر بالفرنسيه. هذا المجلس الحكومي واش ديال المغرب ولا ديال باريس؟ واش انتم كاع زعما فرنسا هي اللي كاينه؟ انا ضد شي واحد يتكلم بالفرنسيه، راه كاع نعرفوا الفرنسيه، ولكن اللغه العربيه ولا الامازيغ تكلم بها خويا، ولا تكلموا لنا كاع غير بالدارجه. نعم. ولا كاع خير فيهم ما يتكلموا. ثم انه كيف يعقل على انك تشري لي النفط من روسيا ب2 دراهم وتبيعوا لي هنا ب 14 ولا 15 درهم؟ انا كنتسنى جواب من الحكومه واضح، فتح تحقيق ما فيه التعب. واش نحن في هذه البلاد كاع ما نقدروا نفتحوا تحقيقات؟ جميع الشركات راه الدوله دعم عنهم الشركات. يعني كنقصد المجموعه كامل اللي كيستورد. نعم. من هاد الناس هادو كاملين يجاوبونا شكون هاد الشركات اللي يجيبوا النفط من روسيا ضاربين الاوراق يقولوهم لنا. المشكل ديالنا هو فين تخلط السياسه مع الفلوس مع كل شيء. ما تلي تعرف في اين تبتدي السياسه وين ينتهي المال. راه ما يمكنليش نكون انا رئيس حكومه وفي نفس الوقت مدبر لقطاعات معينه وغادي نجي هنايا وندافع على هنايا ولا نعارض هنايا. شويه ديال التوازن، شويه نحترموا ذكاء المغاربه. واش انت من الناس اللي كيعتبروا ان اليوم فرنسا دايره واحد الحمله لتشويه السمعه ديال المغرب من خلال تشويه السمعه ديال مجموعه من الاسماء والمشاهير المغاربه؟ وربما اخر خبر اللي جا بحال الصاعقه على المغاربه هو القضيه اليوم اللي كتفتح الظاهر فيما يخص تهمه الاغتصاب اللي كيتعرض لها اشرف حكيمي. وطبعا هذا اللي يحتاج الى فهم ولا يحتاج الى استيعاب ولا باش نكونوا مطورين ولا ذكيه باش نفهموا الموضوع. نقدروا نفهموا القضيه ديال مجرد كاين اغتصاب ولا ما كاين. هذا القضاء كيبت فيه ونحن نحترموا استقلاليه القضاء في اي دوله كيف ما كانت، وحنا ضد الاغتصاب بصفه نهائيه. أكيد. ولكن باش يجي هدف نهارين ومن بعد يجي اشرف حكيمي. نعم. يعني انه كنظن على انه كاين استهداف، كاين طريقه اخرى للابتزاز بعيدا عن السياسه. دخلنا في مجالات اخرى. احنا ما غاديش نقولوا كمغاربه خارج الوطن الا درنا شي حاجه ما نتعاقبوا، لان القانون راه يسري على المواطنين في اي المغاربه فين ما كانوا كما كيسري على الاجانب في بلاد ديالنا. اذا احنا ماشي ضد هذا الشيء، ولكن ملي كيتكرر يثير الشك. كيفاش البارح المجرد واليوم حاكمي وغدا واحد اخر. اذا كاين نوع من الابتزاز اليوم كتمارسوا فرنسا، وللاسف الشديد هذا النوع من الابتزاز اللي كتمارسوا فرنسا غادي يعطينا جوج الحوايج انا كنقولهم لك اليوم. الحاجه الاولى حتى حنا خصنا نطبقوا القانون داخل البلاد ديالنا. الا جا شي اجنبي عبث بالشرف ديالنا ديال المغاربه يجب ان يعاقب طبقا للقانون وما تاخذناش فيه رحمه ولا نقولوا هذا اجنبي ولا السياحه ولا غيرها. هذه نقطه. النقطه الثانيه خاص هذا النخب السياسي ديالنا تقطع مع فرنسا. لا يعقل عباد الله ذاك النهار المجلس الحكومي كل شيء كيهضر بالفرنسيه. واش كتوجهوا هذا المجلس الحكومي واش ديال المغرب ولا ديال باريس؟ اذا شويه واك تكبر. واش انتم كاع زعما فرنسا هي اللي كاينه؟ انا ضد شي واحد يتكلم بالفرنسيه، راه كاع نعرفوا الفرنسيه، ولكن اللغه العربيه ولا الامازيغ تكلم بها خويا، ولا تكلموا لنا كاع غير بالدارجه. نعم. ولا كاع خير فيهم ما يتكلموا، احسن لهم كاع ما يتكلموا. ودابا حنا كنقولوا ما كيتواصلوش وانت اليوم كتقول لنا ما يتكلموا كاع. حيت الا تكلموا غير اش كيقولوا. راه التواصل فن، سيتكلموا ويخرجوا في الوقت اللي حنا باغيين نخرجوا، يشرحوا لنا، ماشي تا تكبر سميتها عاد كيخرجوا. انا كمواطن مغربي اتساءل وكبرلماني ايضا اتساءل، لانه كاين رساله في الموضوع وجهها نائب برلماني. هذه الرساله ماشي لعب ديال الدراري، هذه رساله جايه من مؤسسه دستوريه. هو ما كيقولش هذا الشيء اللي قالوا لنا الناطق الرسمي، هذا الشيء مفهوم، وحنا ماشي ضد استوراد المغرب النفط من روسيا ولا من امريكا ولا حتى من كندهار. ما كيهمنيش انا اللي كيهمني هو الرساله اش كتقول على ان كاين تلاعب، وعلى ان كاين فواتير كتضرب، وانه تغيير هذيك ديال المنشا. هنا فين كاين الخطير، هنا فين كاين التساؤل اللي خاصو يتجاوب عليه من طرف الحكومه. ثم انه كيف يعقل على انك تشري لي النفط من روسيا ب2 دراهم وتبيعوا لي هنا ب 14 ولا 15 درهم؟ من تقريبا 2020 2021 2022 راه سعر الغازوال وسعر الليسانس راه دائما في 17 16 في سابقات تاريخيه. اذا انا كنتسنى جواب من الحكومه واضح، فتح تحقيق والتجاوب مع المؤسسات التشريعيه ومع فرق المعارضه. ما فيها التعب. واش نحن في هذه البلاد كاع ما نقدروا نفتحوا تحقيقات ولا على زعما شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ والمشكل رانا عارفينه. شنو هو المشكل؟ المشكل ديالنا هو فين تخلط السياسه مع الفلوس مع كل شيء. ما تلي تعرف في اين تبتدي السياسه وين ينتهي المال. راه ما يمكنليش نكون انا رئيس حكومه وفي نفس الوقت مدبر لقطاعات معينه
وغادي نجي هنايا وندافع على هنايا ولا نعارض هنايا. شويه ديال التوازن، شويه نحترموا ذكاء المغاربه. ما يمكنليش انا نجاوب على، ما يمكنلكش تنتظر من الحكومه تجاوب على هذا السؤال هذا. وانا لا اقصد شركه رئيس الحكومه، اقصد جميع الشركات، راه الدوله دعم عنهم الشركات. يعني كنقصد المجموعه كامل اللي كيستورد. نعم. من هاد الناس هادو كاملين يجاوبونا شكون هاد الشركات اللي يجيبوا النفط من روسيا ضاربين الاوراقي، يقولوا هم لنا. هذا هو اللي بغيت انا، يكون اللي بغى يكون.